اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هيبقى الجزء الاول من سلسله ازاي نبتدي تسويق بالعموله لامازون جوه مصر. وكنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات للي ما شافوش الخطه اللي هنمشي بيها عشان نعرف نعمل تسويق بالعموله لامازون مصر بشكل احترافي وبشكل فعلا يجيب لنا سيلز في الاخر. وعشان برضو تعرف الخطة اللي احنا هنشتغل بيها بالتسويق بالعمولة لأمازون مصر، فلازم تكون عارفها كويس جدا واحنا ماشيين واحدة بواحدة كده. واول حاجة هنبتدي بيها ازاي نسجل على الموقع ونتقبل، وتاني حاجة ازاي نختار المنتج، والمنتج هنختاره على اساس ايه، طب والكوميشن بتاعت كل منتج كام، 2% ولا 4% ولا كام بالظبط. فبرضه هنتكلم على اختيار المنتج. وبعد كده هنتكلم ايه الكونتنت اصلا اللي هنبيع بيه وهنعمله ازاي. احنا خلاص اخترنا المنتج، هنبيعه ازاي بقى؟ لازم صور، لازم فيديوهات، ازاي بقى هنصممها، ازاي كل الكلام ده. وبعد كده هنتكلم ازاي نعمل لاندنج بيج احترافيه او ويب سايت عشان العميل لما يخش من عليها يضغط على اللينك يخش على الامازون ويشتري. فلازم الويب سايت او اللاندنج بيج تكون معموله بشكل كويس، فدي برضو هنتكلم عليها في الكورس بتاعنا. وخلاص دلوقتي اخترنا المنتج وعملنا اللاندنج بيج وعملنا الفيديوهات وعملنا كل حاجه. اخر مرحله معانا دلوقتي بقى هي مرحله التسويق. وطبعا اللي ما يعرفنيش او اول مره يشوفني، انا اصلا ميديا باير وشغال في الميديا باينج بقالي حوالي سنتين. فالجزء ده من الكورس بتاعنا هو جزء التسويق، وده اهم جزء اصلا هعرف اتكلم عليه باستفاضه عشان ده مجال شغلي اصلا. وهنتكلم ازاي نعمل اعلانات مموله، وازاي نعمل تيستنج فيز، وازاي نقدر نفلتر ونختار احسن جمهور احنا بنستهدفه عشان نقدر نجيب سيلز بعد كده. وبرضه في الكورس ده هنتكلم ازاي نشتغل بشكل اورجانيك، بس طبعا عشان نبقى فاهمين الاورجانيك بياخد وقت شويه عشان تجيب سيلز، انما الاعلانات المموله بتجيب سيلز على طول. طبعا هي بتجيبش سيلز وخلاص، لازم تكون بتبيع منتج كويس وتكون عامل فيديو كويس وعندك ويب سايت كويس وكمان عامل اعلان بشكل مظبوط. وهي دي الخريطه اللي هنمشي فيها في الجزء بتاعنا. طبعا مش هعرف اعملها كلها في فيديو واحد، هقسمها على كذا جزء كده. والنهارده هنبتدي باول خطوه معانا، هو ازاي نسجل على برنامج امازون للتسويق بالعموله بتاع مصر، وازاي نتقبل عليه والريكوست بتاعنا ده ما يترفضش. وان شاء الله طريقه التسجيل دي مضمونه 100% ان كل الناس تتقبل فيه ان شاء الله. وقبل ما نخش بقى على الشرح العملي ونتكلم ازاي نسجل ونتقبل على البرنامج التسويق بالعموله، فمحتاج منك انك تعمل لايك وسبسكرايب عشان نعرف نكمل السلسله دي كامله، عشان السلسله دي طويله وهتاخد وقت ومجهود وحاجات كتير قوي، فاكيد محتاجين دعمك فيها عشان نقدر نكملها ان شاء الله على خير يعني. وبرضه لو عايز تتابعنا على السوشيال ميديا، عشان بننزل تيبس كتيره جدا في الميديا باينج، سواء لميتا او جوجل او تيك توك او سناب شات، او لو انت واحد صاحب بيزنس او انت عايز تتعلم ميديا باينج، فصدقني الكونتنت ده هيفيدك. فهتلاقوا برضو لينكات السوشيال ميديا بتاعتنا موجوده في الديسكربشن تحت. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الشرح العملي ونبتدي الشغل اللي بجد. واول خطوه معانا هنروح نكتب في السيرش امازون افيليت بروجرام بالشكل ده كده، وطبعا نقول ان هو ايجيبت. بعد كده هتختار اول حاجه في السيرش اللي مكتوب فيها امازون افيليت، وبعد كده هتخش على الصفحه دي وهتدوس على التسجيل. وبعد ما تخش هنا اول حاجه هتعملها هتدخل الايميل بتاعك. بعد كده هتروح تدوس على متابعه. بعد كده هتدخل الباسورد بتاعك. طبعا الكلام ده اللي مسجل على امازون اصلا قبل كده، انما لو واحد مش مسجل فهو يسجل من اول وجديد، والموضوع برضه ما بياخدش دقيقه يعني. بعد كده هيجيب لك ان هو بعت لك كود على الايميل بتاعك، وبعد كده هروح على الايميل واخد الكود ده، وبعد كده اقوم راجع على امازون وحاطط الكود، وبعد كده ادوس على ارسال الرمز. بعد كده هيقوم مدخلنا على الصفحه دي. طبعا احنا عملنا هنا تسجيل البيانات كلها بالعربي مش بالانجليزي عشان تبقى واضحه لكل الناس. اول حاجه هنا لو انت ليك حساب قديم فهتلاقيه مسجل شويه بيانات عنك زي اللي موجوده تحت دي كده. بعد كده هيجي يسالك سؤال، من هو جهه الاتصال الرئيسيه لهذا الحساب، فلما تقول مثلا المدفوع له في الدرج الاعلى اللي هو يعني ايه اسمك انت يعني، فده تمام. لاغراض الضرائب في الولايات المتحده فمش عارف هيقول لك مثلا هل انت امريكي، فهتقول لا. بعد كده هتروح تدوس على التالي. بعد كده هيجيب لك كل البيانات دي. طبعا هي متسجله عشان عامل حساب على امازون قبل كده، لو مش متسجله انت هتدخلها بنفسك، وكلها بيانات عاديه جدا عنك، هو بس مكتوب الرمز البريدي. فانت لو مش عارفه بتكتب على جوجل الرمز البريدي الحته اللي انت ساكن فيها، هيجيب لك رقم كده هتحطه بس كده. بعد كده هتروح تدوس على تالي. وبعد كده الخطوه اللي هتخش عليها، هو دلوقتي محتاج اي معلومه عنك، اي موقع ليك، اي حساب ليك، اي حاجه. فانت لو ما عندكش مثلا موقع باسمك او كده، فتحط اي حساب عادي جدا، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، ايا كان. فانا رحت حطيت حسابي على الفيسبوك، حتى ما حطيتش قناه اليوتيوب ولا كده، لا حطيت حساب عادي بيرسونال خالص على الفيسبوك، حتى ما بنزلش عليه محتوى ولا اي حاجه، ده بتاعي انا شخصي يعني. وبس. بعد كده هروح ادوس على التالي. بعد كده يجي يسالك سؤال كده، هل الحاجه اللي انت بتعملها دي حاجه بلس 13 ولا مش عارف ايه يعني، حاجه من الحاجات دي. فطبعا هتقول له لا يا عم احنا بنتقي ربنا ومالناش في الكلام ده. بعد كده هتدوس على تاكيد. بعد كده هيجي يسالك ما هي هويه متجر الشراكه التسويقيه المفضل لديك. فانت مثلا تكتب اي حاجه بس ايه تعريفي عنك كده، بس ايه يكون اسم محدش تاني بيستخدمه. فانا مثلا ممكن اقول مثلا متكاوي تاو 90، معرفش حد مستخدمه ولا لا. لا كويس محدش مستخدمه. بعد كده يجي ما هي المواقع الالكترونيه او التطبيقات الهاتف، انت برضو ممكن تحط اي لينك فيسبوك او انستجرام او يوتيوب او ايا كان. بعد كده يقول لك ما نوع المواقع الالكترونيه او التطبيقات الهاتف المحمول الخاص بك، فانت ممكن تقول محتوى او موقع الكتروني سمعت عنه فين، مثلا بحث على الانترنت بقى او اي حاجه. بعد كده هندوس على انهاء. بعد كده هيجيب لك لغز عبيط كده تحله، فبعد ما نحله هندوس ارسال. بعد كده هيقول لك نشكرك على التقديم في برنامج الشراكه التسويقيه الخاص مش عارف ايه كده، ودي الهويه بتاعتك، ده الاسم بتاعك.
فهيخش دلوقتي يقول لك بقى ايه، ادخل معلومات الدفع والضرائب والحاجات دي عشان نخلص بقى من كل الحاجات دي مره واحده. فهنروح ندوس على التالي. بعد كده هيقول لك مش عارف كيفيه الحصول على الرمز مش عارف ايه، فماشي هو ده الرقمي، دوس ارسال رمز. بعد كده هنروح ندوس على تسجيل دخول. بعد كده هيجي يقول لك ان الحد الادنى لسحب الارباح بتاعك 50 جنيه، فهنقول له خلاص تمام ماشي، هتروح تدوس عليها. وبعد كده بقى هنا هتيجي اهم حاجه، هي تسجيل البيانات بتاعتنا، والحمد لله احنا ما عندناش مشكله دلوقتي، وممكن نحط بنك مصري عادي جدا ونقبض بالمصري، ما عادش فيه بقى التحويل وبايونير والقصه السوداء دي. اول خانتين دول لو جيت ضغطت عليهم هتلاقيهم اصلا ما بيتضغطوش، سواء ده او ده، فدول كده كده متثبتين مصر والعمله مصري. بعد كده بقى عندك كذا حاجه، اسم صاحب الحساب المصرفي، بعد كده رقم الحساب البنكي، بعد كده تاكيد رقم الحساب البنكي. بعد كده الحاجه الثالثه هتلاقي حاجه اسمها البي اي سي. فاول حاجه هعملها هروح اكتب اسمي، بعد كده هجيب رقم الحساب البنكي بتاع البنك عادي جدا. لو انت عندك اي ابلكيشن لاي بنك ودخلت على السيتنجز هتيجي تخش على الانفو بتاعتك هتلاقي رقم الحساب بتاعك، فدي سهله جدا برضو. بعد كده حاجه اسمها البي اي سي. البي اي سي دي بكل بساطه ده عباره عن سويفت كود كده، فانت عشان تجيبه تخش مثلا تكتب على جوجل عايز مثلا البي اي سي مثلا اي بنك، يعني مثلا كتبنا هو السويفت كود البي اي سي لبنك مثلا زي السي اي بي او البنك الاهلي او بنك مصر او ايا كان، طلع الكود ده بتاع السي اي بي. فده مثلا يعني انا اصلا حساب البنكي مش السي اي بي. بعد كده هتروح على احفظ بيانات الدفع وتابع الى البيانات الضريبيه، وبس كده خلاص. موضوع الحساب البنكي اللي كان بياخد يعني وقت كبير جدا وفي مشاكل وناس ما بتعرفش تسجل بسبب انها ما بتعرفش تجيب حساب بنك اجنبي وقصه طويله كده، دلوقتي خلاص القصه دي اتحلت. دلوقتي بقى اخر حاجه عشان نكون خلصنا كل حاجه، هتيجي تبص هنا هتلاقي الحاله الضريبيه الحاليه في مصر غير مكتمل، فاحنا عايزين بقى كمان دي نخلصها عشان نكون خلصنا كل حاجه. فهتروح تدوس عليها. بعد كده هتخش تملى البيانات، هيسالك انت مثلا شخص ولا شركه. تعالى برضو نعملها بالعربي عشان في ناس ساعات ما بتحبش الشرح الانجليزي ده، فخلينا نشتغل بيها بالعربي احسن. هيجي يقول لك مثلا تصنيفك الضريبي فرد ولا اعمال تجاريه، لا يا باشا احنا فرد. اسمك القانوني هتكتب اسمك عادي جدا. بعد كده هتلاقيه مدخل لك هو اصلا البيانات بتاعتك، العنوان وكل الحاجات اللي انت سجلتها قبل كده، فتمام. البلد مختاره مصر، تصنيف الضريبي فرد. هيقول لك ليك بطاقه ضريبيه مصريه ولا لا، اقول له لا ماليش. بعد كده هيجي يقول لك لديك بطاقه هويه مصريه، فده اللي هو البطاقه بتاعتك يعني رقم البطاقه بتاعتك، فهتقول دوس على نعم. بعد كده هتروح تسجل رقم البطاقه بتاعتك وبس. بعد ما بتسجل وبعد ما بتحط رقم البطاقه بتاعتك بقى بتنزل تحت، بعد كده بيقول لك التوقيع، اكتب اسمك، اكتبه بقى اسمك كامل برضو. بعد كده هتروح تدوس على ارسال. وبعد كده بقى تخش على اخر خطوه وهي التاكس بروفايل. هو دلوقتي عايز يتاكد ان البيانات دي بتاعتك، فعايزك ترفع البطاقه بتاعتك، فهنروح ندوس على تشوز فايل من تحت هنا، هي دي الحاجه الوحيده اللي تبقى انجليزي بقى مش مشكله، وهي هترفع الصورتين بتوع البطاقه بتوعك. وبس كده دلوقتي جايب لي انها بيندنج، يعني لسه بيشوفوها وبيقروها بيشوفوا انها مظبوطه ولا لا. بعد كده هنشوف بقى يعمل ايه. وبعد يومين من تسجيل البيانات وقعدوا يراجعوا الحاله الضريبيه بتاعتنا لمده يومين، فدلوقتي خلاص بعد 48 ساعه بالظبط جاب لك ان الحاله الضريبيه بتاعتك مكتمله، وكده خلاص انت خلصت كل الخطوات التسجيل في التسويق لامازون. ولما تيجي تدخل تاني بقى هتظهر لك دي الداشبورد اللي هيظهر لك بقى انت كام واحد دخل، كام واحد اشترى، طب نسبتك كام، كل الكلام ده هتلاقيها موجوده هنا. فان شاء الله هنبقى في ارقام حلوه هنا يعني. ولو جينا دخلنا بقى على امازون مصر عادي جدا واخترنا مثلا اي منتج قدامنا دلوقتي، فمثلا يعني مثلا كده لو احنا اخترنا السماعات دي مثلا او اخترنا اي منتج عموما، هتطلع فوق هنا بقى هتلاقي في ايه، في حاجه كده بقت فاضيه فوق كده، هتدوس على احصل على الرابط. وبعد كده هيجيب لك ان تدوس على نسخ رابط التابع ده، وهتدوس عليه، وكده خلاص انت خدت الرابط بتاعك بتاع السماعات دي. الرابط ده بقى لو حطيته على اي حته او على اي منصه او اي حاجه وحد اشترى السماعات دي، انت هتاخد الكوميشن بتاعتك. طبعا بقى نتكلم بعد كده بقى يعني الكوميشن كام ونختار ايه وكل القصه دي، بس احنا دلوقتي عرفنا ازاي نجيب اللينك بتاعنا ونتقابل على برنامج التسويق بالعموله. وبس كده خلاص احنا خلصنا خطوه مهمه جدا، وهو التسجيل على موقع امازون وازاي نتقابل عليه كمسوقين بالعموله. وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على خطوه مهمه جدا وهي اختيار المنتج، والمنتج ده هنختاره على اساس ايه، والكوميشن بتاعتنا هتبقى كام. فان شاء الله استنونا في الفيديو الجاي، هيبقى كمان كام يوم، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وربنا كده يدينا طول العمر ونكمل السلسله بتاعت الكورس دي، عشان هي هتاخد وقت، هي مش قليله، بس عشان الموضوع فيه تفاصيل كتير فانا عايز اغطي كل التفاصيل دي باحسن شكل ممكن. فاستنونا في الفيديو اللي جاي وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام.